أهلا بكم يا أصدقائي وحلقة جديدة من المسلسل الرائع المؤسس عثمان. انتهت الحلقة اللي فاتت على حدث مهم جدا، وهو خطف فاطمة والقبض على ساروجة ويوسف. يا ترى السيد عثمان هينقذ فاطمة ازاي؟ وهل هيكتشف صوفيا ولا تفضل ناجحة في التخفي فترة أطول؟ كلنا تابعنا نية السيد عثمان في فتح أقحصار، وبالفعل جهز عثمان جيشه وتوجه إلى القلعة، لكن اللي حصل ما كانش في الحسبان، واتفاجئ بخطف فاطمة. علشان بدل ما يفتح القلعة بالعكس أصبح مطالب بالتخلي عن سجون مقابل حياة فاطمة. يا ترى السيد عثمان هيعمل ايه؟ لو رجعنا بالزمن ورا شوية هنلاقي ان عثمان اتعرض لنفس الموقف ده مرتين. مرة لما تم أسر أروهان ومحمد ابن يعقوب وطلبوا مجموعة من القلاع مكانهم، ساعتها قدر عثمان يتسلل للقلعة بمساعدة هوليفيرا وقدر ينقذ أروهان ومحمد. مش بس كده، نشر جنوده في القلاع وقدر يتخلص من الأعداء اللي كانت هتسيطر على القلاع دي. المرة التانية بقى لما تم أسر بهيوجة ابن سافجي أخو عثمان وطلبوا القلعة قصاد بهيوجة، وفعلا وافق عثمان وأخلى القلعة وتم تحرير بهيوجة. لكن عثمان دبر حيلة وأخفى جنوده داخل القلعة، وبمجرد دخول البيزنطيين القلعة خرج جنود عثمان واستعادوا القلعة مرة تانية. يا ترى هيتكرر سيناريو من الاتنين، لكن المرة دي بمساعدة ألباي بدل من هوليفيرا، ولا هنشوف سيناريو مختلف آخر؟ يا ترى ايه اللي هيحصل؟ ده اللي هنعرفه الحلقة الجاية إن شاء الله. تابعونا.